السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الغاليين، طلاب تانية ثانوي. معكم مستر أحمد الواعر، مدرس المواد الفلسفية بالإسكندرية. حصة النهاردة حصة من حصص اللذيذة الممتعة اللي كلنا بنستناها، علم نفس. الموضوع التاني عندنا في الترم التاني في علم النفس. احنا اتفقنا ان احنا بندرس حاجة اسمها العمليات المعرفية في الوحدة الاولانية. الترم التاني بندرس عمليات معرفية، خدنا منهم اخر محاضرة في علم النفس الاحساس. النهاردة الموضوع التاني او نوع الفصل التاني، العملية المعرفية التانية من العمليات المعرفية في علم النفس، وهي عملية الانتباه. زي ما متعودين مع بعض، قبل ما نتكلم في الشرح نكتب العناصر بتاعتنا او الدرس بتاعنا، الافكار بتاعته بتقوم على ايه، اللي هي في الاخر بتكون نواتج التعلم اللي انت بتستناها مني، علشان خاطر الاسئله بتيجي ازاي فيها. اول حاجه عندنا عايزين نكتب واحد، تعريف الانتباه، ايه هو الانتباه. تاني حاجه انواع الانتباه، وركز قوي على انواع الانتباه، لازم يجي فيها سؤال في الامتحان. تالت حاجة هناخدها مع بعض عوامل جذب الانتباه، ودي متقسمة عندنا لجزئين، عوامل داخلية وعوامل خارجية. واخر حاجة هنختم بيها الدرس هي تشتت الانتباه. هي دي المحاور الرئيسية بتاعت درس الانتباه معانا. وتعالى نبدأ مع بعض بسم الله. الانتباه، احنا عندنا في عملية الاحساس قلنا عشان تتم لازم يكون في مثير، والمثير ده لازم يكون على مستوى معين من الشدة او الحدة. تمام. هنا بقى انا بفهمك ان الانسان مننا مش بيتعرض لمثير واحد، هو ممكن يتعرض لمثيرات كتير داخلية وخارجية. يبقى الانسان بيعيش في عالم يزخر، يعني مليء بالمثيرات الخارجية والداخلية، وطبعا يستحيل ان هو ينتبه الى كل هذه المثيرات دفعة واحدة، فهو بيختار وينتقي من بين هذه المثيرات الهائلة ما يهمه أن يعرفه أو يهمه التفكير فيه، حيث تصبح المثيرات التي ينتبه إليها في بؤرة الوعي، أما المثيرات التي يتجاهلها في هامش الوعي. إذن أنا هنا بصدد مرحلة مهمة جدا من مراحل العمليات المعرفية، وهي مرحلة الانتباه. عملية الانتباه اللي فيها هركز في مثيرات معينة، وهستبعد او احط مثيرات تانية في هامش ايه؟ الوعي. يبقى العملية دي بنسميها عملية ايه بقى؟ عملية الانتقاء او عملية الفلترة، المصفى، الفلتر او المصفاة بتاعة المثيرات. هفلتر، هصفي المثيرات اللي قدامي كتير، وهركز في مثير معين بالذات. عشان كده التعريف بتاع عملية الانتباه بيقول ايه؟ عملية معرفية تعني توجيه الشعور وتركيزه. بوجه الشعور وبركز في شيء معين استعدادا لملاحظته او ادراكه او تذكره او التفكير فيه. يبقى بعد كده بقى تحصل العمليات المعرفية اللي بعد كده. يبقى انا بنقي، بختار، بفلتر مثير معين دون بقية المثيرات، هو ده اللي بركز عليه، هو ده اللي بوجه شعوري ووعي ناحيته علشان استعد لملاحظته او لادراكه او لتذكره او للتفكير فيه. فبنقول المصفاة او الفلتر الذي ينتقي المعلومات. طيب، عرفنا كده ان الانتباه هو تركيز، الانتباه هو فلتر او مصفى بنقي بيها مثير دون بقية المثيرات. تعال بقى الجزء مهم جدا لازم يجيلك في سؤال الامتحان، وهو انواع الانتباه. عندي 3 انواع من الانتباه: الانتباه الانتقائي، الانتباه الارادي، الانتباه اللا ارادي. انتقائي، ارادي، لا ارادي. نبدأ بأول نوع، الانتباه الايه؟ الانتقائي. ايه هو الانتباه الانتقائي؟ هو الانتباه الى شيء يحب الفرد ويميل اليه، ولا يحتاج جهد منه. حاجة بحبها،
حاجة بميل إليها، حاجة بتشبع رغباتي وبترضيها وبتشبع حاجاتي، فما ببذلش مجهود في الانتباه إليها، يبقى لا تحتاج إلى جهد. اشباع رغبات وحاجات الفرد، ده الانتباه الانتقائي. زي ايه؟ زي انتباهك لمباراة كرة القدم لفريقك المفضل، او مسلسلك المفضل، او الاغنية المفضلة. انتباهك للحاجات اللي انت بتحبها وبتشبع لك رغباتك وحاجاتك وما بتبذلش جهد فيها، بنسميه انتباه انتقائي. انتباه يحبه الفرد، يميل اليه. اما النوع التاني اللي هو الارادي، دي بقى بنحاول فيها اجبار الذات في التركيز على مثير معين. بحاول اجبر ذاتي في التركيز على مثير معين. يعني بيحتاج هذا النوع الى جهد، لانه شيء انا مش بحبه ومش بفضله، فهبذل مجهود واجبر نفسي ان انا اركز فيه. طب ليه تعمل في نفسك كده؟ علشان ليه علاقة بمستقبلي، زي انتباهي بالظبط للدرس اللي انا بحبهوش او مادة ما بحبهاش، بس ليه علاقة بمستقبلي وهتأثر في مجموعي الكلي، فبنتبه إليها علشان خاطر أنجح وأجيب درجة كويسة فيها، لأنها هتأثر في مجموعي الكلي، هتأثر في دخولي للجامعة. زي بالظبط الموظف اللي بينتبه جيدا للعملاء بتوعه في طلباتهم ويلحقهم عليه، ده لأن لو ما ركزش في طلباتهم وحاول إرضائهم، ده هيأثر عليه طبعا في وظيفته، ممكن يتعاقب أو يتجازى، رغم ان هو مش حابب ده ونفسه يفصل منهم ونفسه ما يبقاش معاهم ولا يسمع لهم، لكن الارتباط ده بمستقبله او جزاء او عقاب، فبناء عليه بينتبه ليهم. فبنسميه بقى انتباه ايه؟ ارادي. ارادي يعني بارادتك بتجبر ذاتك على الانتباه لهذا الشيء او لهذا العمل لانه مرتبط بمستقبلك، زي المذاكرة بالظبط. نيجي بعد كده بقى للانتباه اللا ارادي. هو انتباه يفرض فيه المثير على الفرد رغما عن ارادته. هنا الانتباه بقى ايه؟ انت مش بتنتبه للشيء ده، الشيء هو اللي بيفرض نفسه عليك. يبقى المثير او المنبه هو اللي بيفرض نفسه على الفرد انك تنتبه اليه، عشان كده سميناه اجباري او سميناه قسري. غصب عنك لازم تنتبه لهذا النوع من المثيرات، مش انت اللي رايح بنفسك تنتبه اليه، ده هو اللي فرض نفسه عليك. زي بالظبط الانتباه لصوت انفجار، سيارة اسعاف، ده بالنسبة لنا انتباه قسري اجباري. انت قاعد ومرة واحدة هو اللي فرض نفسه عليك، خلاك تقوم تتفرج، تقوم تشوف ايه اللي بيحصل، لان الصوت عالي، انفجار، بإسعاف. يبقى انا كده عندي 3 انواع من الانتباهات هلخصهم لك في 3 كلمات. الانتباه الانتقائي يحب ويميل اليه. الانتباه الارادي اجبار الذات. الانتباه اللا ارادي فرض المثير على الشخص اللي هو القسري او الاجباري. ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده، وهي عوامل بتساعد على جذب الانتباه. والعوامل دي متقسمة لجزئين: عوامل خارجية بنقول عليها موضوعية، وعوامل تانية داخلية ذاتية. نبدأ بالعوامل الخارجية اللي بتساعد على جذب الانتباه. أول عامل عندي وهو شدة المثير. المثير القوي بيجذب الانتباه أكثر من المثير الضعيف. عندي مثير قوي، عندي مثير ضعيف. المثير القوي هيجذب الانتباه أكتر بشرط ألا يصل إلى العتبة القصوى. العتبة القصوى اللي خدناها في الدرس الأولاني بتاع الإحساس، أيوة، اللي هو الحد الأقصى الأعلى اللي ممكن يسبب إيذاء لعضو الحس. يبقى المثير القوي اللي شدته وحدته قوية هيجذب الانتباه اكتر من المثير اللي شدته وحدته اقل. ايوه، انا دلوقتي مدرس وبشرح، صوتي واطي وانا بشرح، مش هجذب انتباه الطلاب اليا. لكن لو صوتي عالي بس مش لدرجه ان هو يكون مزعج، هنا ساعتها هكون بجذب الانتباه
اكتر من المعلم اللي يكون صوته منخفض. المثال اللي عندك بيقول لك الاصوات العاليه او روائح النفاذ، المدرس اللي صوته مرتفع بيجذب انتباه الطلاب. يبقى لازم تبقى عارف كويس جدا ان شده المثير بتأثر في جذب الانتباه، عشان كده لازم الريحه تبقى على مستوى عالي شويه فتجذب الانتباه. لازم برضو يكون نفس الكلام في مستوى الصوت فيجذب الانتباه. هشغل بصوت واطي مش هجذب الانتباه، علي شويه فيجذب الانتباه بس ما تعليش قوي عشان ما يأذيش عضو الحس فيوصل للعتبه القصوى. تاني حاجه عندي تكرار. المثير اللي بيتكرر كتير بيجذب الانتباه اكتر من المثير ما بيتكررش. عشان كده شركات الدعايه بتقصد تكرار الاعلان اثناء المباراه. ليه؟ عشان تكرار الاعلان كتير يخليك تنجذب الى هذا المنتج، بس ساعات بيكون التكرار لدرجه الرتابه، يعني مكرر بشكل غبي قوي لدرجه انك زهقت من الاعلان ده. دي بالظبط كده الاعلانات بتاعت ايه؟ بتاعت شهر رمضان بقى، يقعد يعيده هو قبل المسلسل وبعد المسلسل وجوه المسلسل، تلاقي الاعلان طالع لك كده وكل شويه يتعاد، تلاقي نفسك من كتر ما الاعلان بتاع التباشا ممكن تغني الاعلان اصلا اكتر من المسلسل، تنسى المسلسل اصلا بسبب الاعلانات. يبقى التكرار المثير برضه يجذب الانتباه اكتر من المثير اللي مش بيتكرر. عشان كده برضه ساعات احنا بنلح عليك ونقعد نكرر المعلومه اكتر من مره ونعيدها ونزيدها، ده لان التكرار بيعلم الشطار. علشان كده بنقول التكرار بيجذب الانتباه. تالت عامل من العوامل الخارجيه تغير المثير. المثير اللي بتتغير شدته نوعه حجمه يجذب الانتباه من المثير الثابت. نبرة صوت المذيع عند إذاعة نبأ هام، تغير نبرة الإمام في خطبة المسجد بيفرق في جذب الانتباه، بيصحصحك كده بدل ما انت قاعد كده في خطبة الجمعة ونمت منه مرة واحدة يجي معلي صوته. ولما بيعلي صوته بتبدأ ينجذب انتباهك. وبرضه لما بينخفض الصوت بتقول ايه ده، في ايه، هو صوته راح ولا ايه؟ لا، ده هو صوته خفت وبياخد نفسه او بيقول حاجه بصوت واطي ومره واحده صوت يعلى. اذا هنا في تغير في شده وحده الصوت بيؤدي الى ايه؟ الى جذب الانتباه. يبقى تغير المثير في حجمه او في شدته بيؤدي الى جذب الانتباه. 4. اختلاف المثير. المثير المختلف عما يوجد في مجاله هيجذب الانتباه عن المثير برضه اللي مش مختلف. شخص طويل مع مجموعة من قصار القامة، كلمة باللغة العربية في فيلم أجنبي، كله لابس اسود ما عدا واحد لابس أبيض، كل البنات اللي قاعدة محجبة ما عدا بنت مش محجبة. يبقى دايما المثير المختلف يجذب الانتباه عن المثير اللي مش مختلف. كتبت على السبورة بالقلم الاسود وفي كلمة كتبتها بالقلم الاحمر، يبقى دي برضو مختلفة، يبقى هتجذب الانتباه عن بقية الكلام اللي حواليها اللي مكتوبين باللون الاسود. 5. حركة المثير. المثير المتحرك أكثر جذبا للانتباه من المثير الساكن. المثير الساكن ما بيجذبش الانتباه، المتحرك يجذب الانتباه. عشان كده المعلم داخل الفصل تلاقوا كل شوية بيتحرك يمين وبيتحرك شمال ويروح عند الطالب دوت ويقرب من الطالب دوت. الله، انت بتعمل ايه يا مستر؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ الحركة بتجذب الانتباه اكتر من ان انا اكون ثابت في مكاني اصم. عشان كده في بعض الاعلانات المتحركة اللي بتجذب الانتباه عن الاعلانات الثابتة في الشوارع. 6. حجم المثير. المثير طبعا اللي حجمه كبير هيجذب الانتباه عن المثير اللي حجمه صغير، زي الفيل والزرافة بيجذبوا الانتباه اكتر حاجة في حديقة الحيوانات لحجمهم الكبير، الرقبة الطويلة بتاعت الزرافة، الحجم الضخم والزلومة الكبيرة بتاعت الفيل، دي حاجات تجذب انتباه الطفل اكتر من اي حاجة. يبقى كل ما كان الشيء كبير وواضح يجذب الانتباه عن الشيء اللي حجمه صغير. 7. موضع المثير. المثير الظاهر القريب بيجذب الانتباه عن المثير البعيد. طول ما الحاجة كده ظاهرة لك وفي مستوى رؤيتك هتشوفها وتجذب انتباهك اكتر من الحاجة اللي بعيدة اللي بالنسبة لك حجمها كمان هيصغر.
يبقى كل ما كان المثير قريب في وضع مظبوط في مستوى النظر هيكون بالنسبة لك يجذب الانتباه، زي الصفحات الأولى في المجلات أو الكتب، زي الإعلانات اللي في مكان قريب على مستوى نظرك وأنت سايق العربية أو وأنت ماشي في الطريق. يبقى موضع أي مكان المثير بيجذب الانتباه. دي كده العوامل إيه؟ الخارجية اللي ممكن تساعدني في جذب الانتباه لهذا المثير. في بقى عوامل داخلية برضو تساعد في جذب الانتباه، بنقول عليها عوامل ذاتية أو بنقول عليها عوامل داخلية. العوامل دي 3: الدوافع والحاجات، التأهب والتهيؤ، الميول. الدوافع اللي احنا اخدينها في الترم الأول، زي دافع الجوع، زي دافع العطش. أنا جعان، عندي دافع الجوع، فهكون أكثر انتباها وهيجذب انتباهي طول ما أنا ماشي مكان أشتري منه أكل، مطعم، سوبر ماركت. يبقى ينجذب الشخص الجائع إلى رائحة الطعام إذا تولد لديه دافع الجوع. التأهب أو التهيؤ، لو أنا مستعد للشيء هكون أكثر انتباها ليه. الأم النايمة اللي بيوقظها صوت الرعد لا يوقظها صوت الرعد، لكنها شديدة الحساسية لأي صوت يصدر عن طفلها، لأنها مستعدة في نص الليل إن ممكن طفلها يقوم يصوت، يصرخ، يبكي عشان جعان أو قلمان، فبالتالي هي عندها تأهب واستعداد لهذا. زي بالظبط كده لو أنت قاعد وحاطط تليفون جنبك ومنتظر مكالمة في الميعاد ده، هتكون أكثر تأهب واستعداد لسماع صوت جرس التليفون. أو مستني صديق هيخبط عليك وجاي لك زيارة، هتكون أكثر تأهب واستعداد لسماع صوت جرس الباب. يبقى التأهب والاستعداد هيساعد على جذب الانتباه. الدوافع تساعد على جذب الانتباه، وكلها عوامل داخلية مش خارجية. ممكن صوت الجرس يكون بخبطة بسيطة أو رنة واحدة، بس أنت عشان عندك تأهب واستعداد فبالتالي سمعته بسرعة عن أي حد تاني. نفس الكلام، ممكن تكون رائحة الأكل مش قوية، بس أنت عشان عندك دافع الجوع فشمتها قبل أي حد تاني. نيجي بقى للتالت حاجة عندنا بعد الدوافع والتأهب، الميول. يتضح أثر الميول في اختلاف النواحي التي ينتبه إليها عدد من الناس تجاه المثير الواحد. فاحنا لو دخلنا مكان مول مثلا وشفنا في المول ده بقى محلات ازياء ولعب اطفال ومأكولات وغيره وغيره، انا اسره معايا زوجتي ومعايا ابنائي، هنلاقي ان كل واحد مننا بينجذب الى ما يميل اليه. فالمدام هتلاقي نفسها بصت على الفساتين والازياء والموضه، ممكن تبص شويه على برضه حاجات المطبخ وتقومه الحلل والكاسات وحاجات كده، يعني عايزه تغير حاجات. وهتلاقي الطفل الصغير كل ما بيشوف الحاجه الحلوه بيشبط قصادها، الالعاب يفضل قاعد متنح لها، او التلفزيون بقى اللي بيعرض حاجات ساعات كرتون وكده في الشاشات. وتلاقي بقى طبعا الزوج الغلبان مركز بقى في اسعار الحاجه دي كام، والحاجه دي غليت كام، والحاجه اللي جبناها دي هدفع فيها كام، ومعايا في الفيزا كام، ومعايا كاش كام. هنا ساعتها كل واحد انجذب للحاجه اللي بيميل اليها وتاه فيها، فبنقول عليها ايه بقى؟ الميول. الميول هو انشغال كل فرد منا بما يميل اليه. الطفل انشغل باللعب والمعروضات في الالعاب، الام ملابس، زينة، مأكولات، الأب هيدفع كام من النقود. يبقى هنا بنقول عليها الميول. زي بالظبط لو 3-4 رياضيين كل واحد منهم بيلعب رياضة مختلفة، اللي بيلعب سباحة، اللي بيلعب كرة قدم، اللي بيلعب كرة طايرة، دخلوا محل أدوات رياضية، هتلاقي إن كل واحد منهم يميل إلى النظر إلى الأدوات الرياضية اللي تخص اللعبة بتاعته. اللي نظارة السباحة، البونيه السباحة، التاني بقى ركز في الحاجات الخاصة بكرة القدم والستارز بتاعه. يبقى كل واحد هيميل إلى الانتباه أو النظر أو الانجذاب إلى ما يخص ميوله. عشان كده بنقول الميول من ضمن العوامل اللي بتساعد على جذب الانتباه، وبرضو التأهب وبرضو الدوافع. دول الثلاث عوامل الذاتية أو بنقول عليهم العوامل الداخلية. كده احنا عرفنا الفرق بين العوامل الداخلية والخارجية لجذب الانتباه. يبقى تعريف الانتباه، أنواع الانتباه، عوامل جذب الانتباه داخلي وخارجي. آخر جزء معانا في درس الانتباه هو تشتت الانتباه.
ايه هو تشتت الانتباه؟ هو ظاهرة يحاول فيها مثير جديد ودخيل جذب الانتباه للفرد وابعاده عن المثير الاصلي. يبقى انا عندي مثير اصلي مركز عليه اهو، يجي لي بقى مثير دخيل يحاول يشتت انتباهك ويخليك تبص له ويبعدك عن المثير ايه الاصلي بتاعك. يبقى ايه هو تشتت الانتباه؟ هو ظاهرة يحاول فيها مثير جديد دخيل يبعدك عن المثير الاصلي اللي انت بتركز فيه. ده زي كده لما تبقى قاعد كده في امان الله ومركز في عد الفلوس اللي معاك وتلاقي واحد جاي يسألك عن حاجة، فده مثير دخيل شتت انتباهك عن عد النقود اللي هي المثير الاصلي اللي انت كنت مركز عليه. او زي بالظبط كده لما تبقى قاعد بتذاكر وتلاقي دوشه كبيره او زعيق بره، فتضطر ان انت تنتبه الى الضوضاء دي او الانزعاج ده وتبعد عن المذاكره. فعشان كده بنقول ان في مثير اصلي وفي مثير دخيل. لما يكون في مثير دخيل يبعدك عن مثير اصلي نقول ده عمليه الانتباه. وفي هذه الحاله يحاول الفرد بذل المزيد من الجهد والتركيز والتغلب عن مثير جديد مما يؤدي الى التعب والارهاق وقصه الاخطاء، لانك اكيد عايز تركز في عد النقود، اكيد عايز تركز في حل الاسئله. فالمثير اللي من بره ده بيجهدك ويتعبك في انك بتحاول تبذل مجهود اكتر في التركيز، وده ممكن كمان يسبب لك ان انت تعمل اخطاء كتيره في عد الفلوس او في حل الاسئله. المثال الطالب اللي بيركز انتباهه في موضوعات الدراسه ويفوجئ بضوضاء عاليه من الخارج فان انتباهه يتشتت ويضعف، ولو هو كمل حل اسئله او مذاكره في الدوشه دي اخطائه اكيد هتزيد في النهايه. كده احنا وصلنا لنهاية الفصل الثاني الانتباه علم نفس الترم الثاني. اشوفكم على الف خير طلاب الغاليين، طلاب تانية ثانوي ادبي. كان معكم مستر احمد الواعر مدرس المواد الفلسفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.